معاك روقان وسعادة واستمتاع ومشاعر جميلة جدًا، جدًا، جدًا. باقول لك إيه، ما تنساش تشترك في قناتي لإن أنت بجد هيفوتك كثير من البهجة والسعادة والاستمتاع إن لم تشترك في قناتي. ليه؟ لإن قناتي هي قناة السعادة، قناة الروقان، قناة الاستمتاع بكل شيء جميل. تعرف منها إزاي تحقق أهدافك وتكون سعيد. فأنت أذكى أنت ذكي يعني ذكائك موجود فيك لدرجة إن أنت ما تضيّعش الرزق ده منك. نكمّل النهارده بقى حلقة قوية جدًا، 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 بجد أتعلّم منها إن أنت ما فيش أي شخصية سامة تقدر تاخد منّك سعادتك أو تغيّر مودك. طبعًا يعني من العادي إن الإنسان في حياته يبقى في شخصيات سامة تقابلها. شخصية سامة دي يعني شخصية toxic اللي هي إيه، حد تقعد معاه يبقى عنده مشاكل نفسية يحاول يرميها عليك. أو يطلّع غضبه عليك، أو يطلّع مشاكله النفسية أو كده، أو يعني ناس بتبقى عارف بيبقى لإن طاقتهم بتبقى سلبية أوي، طاقتهم السلبية دي بتبقى عايزة تتغذى على طاقتك أنت. فيبقوا عايزين أنت تقعد معاهم تحس إن أنت بتقعد معاهم مثلًا، تحس إن أنت اتخنقت، إن دُولًا أشخاص مش مُريحين بالنسبة لك أو كده. دُولًا العلامات بتاعة الأشخاص السامة، تمام. طَب أنت بقى إزاي تبقى رايق ومستمتع كده يا رايق أنت يا رايق؟ ما فيش أي شخصية من الشخصيات السامة دي تأثّر عليك، تمام. ممكن مثلًا الشخصية السامة دي، بس أنا مش عايز أقول مثلًا أحكام مثلًا، ممكن يبقى مديرك في الشغل. يعني أنا مش باقول لك كده عشان تحُط حُكم على الناس، لإن الحُكم لربنا زي ما إحنا عارفين. لكن أنا باقول لك كده عشان تبقى أنت عارف إن الشخصية دي فيها الصفة دي، وإزاي تتعامل معاها وما تاخدش هي سعادتك أو استمتاعك أو روقانك. ممكن يبقى مديرك في الشغل، ممكن يبقى مثلًا الناس اللي معاك مثلًا في الموظفين، ممكن مثلًا يبقى شخصية مثلًا تبقى مثلًا لو أنت يوتيوبر أو حاجة حد بيكتب لك تعليق سلبي. يا عيني في يوتيوبر بيتأثّروا بالحاجات دي أوي، يعني يكتبوا تعليقات سلبي يحزنوا ويزعلوا مش عارف إيه. ممكن حد زميلك يقول لك كلمة سلبية، أي حاجة من الحاجات دي. ممكن تبقى في شخصيات حاقدة. الناس المتعذبة في الحياة كتيرة، والناس اللي مش سعيدة كتيرة. فأنت بقى لإن أنت إنسان واعي ومستمتع ورايق كده، أنا هاقول لك على طريقة. الطريقة دي لو أنت عملتها ما فيش حد هيهز شعرة منّك، أو هيقدر ياخد منّك طاقتك الإيجابية أو استمتاع. المهم بقى إزاي إن أنت تحافظ على سعادتك وتبقى دايمًا